كارول سماحة بتنهار في وداع زوجها المسلم وبتصلي بالصليب في المسجد. عاش معاناة طويلة مع المرض وهو في عز شبابه، ويا ترى ايه هي وصيته اللي صممت انها تنفذها؟ كارول سماحة خبت خبر مرضه وسابت شغلها وفنها وقعدت ترعاه لحد ما توفى. خسرت جسدك لكن روحك هتفضل معايا. كارول سماحة كتبت على حسابها الشخصي على انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت النهاردة زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. مفيش حد شفته في حياتي آمن بالنضال زيك يا وليد. أنا خسرت جسمك لكن روحك هتفضل دايما قدوة ليا. عمري ما هنسى وصيتك، وذكراك هتفضل نار جوه قلبي لحد ما نتقابل تاني في مكان ما فيهوش لا ألم ولا دموع ولا فراق. المنتج وليد مصطفى جوز النجمة اللبنانية كارول سماحة توفى خلال الساعات اللي فاتت عن عمر يناهز 53 سنة، وده بعد معانا سنين من أزمة صحية صعبة واضطر بسببها لفترة علاج طويلة جدا. كان واضح إنها كانت خايفة عليه جدا وما كانتش مستعدة تخسره أكيد، بس الغريب في وليد إن عمره ما بين ضعفه. كان دايما بيحاول يبين إنه بخير، حتى وهو تعبان كان يقوم يغير هدومه ويلبس ويخرج على شغله كأنه مفيش حاجة. الخبر كان صدمة كبيرة لكارول، خصوصا إنها كانت وقتها في بيروت وكانت المفروض تظهر كضيفة في برنامج حديث البلد مع منى أبو حمزة على قناة MTV. لكن طبعا لما سمعت الخبر كل حاجة اتغيرت، وهي دلوقتي في طريقها للقاهرة بأسرع طيارة علشان تلحق جنازة زوجها. بالنسبة لتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، فالدكتور وليد كان بيعاني من سرطان في الكلى من سنة 2018، وكارول كانت متكتمة جدا على الموضوع حتى عن الناس القريبين منهم، ما عدا شوية أصدقاء مقربين فقط، وده علشان نفسية جوزها ما تتعبش. دايما الإنسان ما يحبش يشوف الحزن والعطف في عيون اللي حواليه. في أيامه الأخيرة كان على جهاز التنفس الصناعي علشان حالته الصحية كانت اتدهورت بشكل كبير، وكمان كان قليل الظهور جدا في الفترة الأخيرة حتى مع مراته كارول، والناس بدأت تاخد بالها من غيابه. وفي آخر أيامه خضع لجراحة خطيرة لكنها ما نجحتش، ومن بعدها حالته الصحية اتدهورت جدا لحد ما فارق الحياة. وتم الإعلان بشكل رسمي عن وفاته بعد الرحلة المرضية الطويلة اللي مر بيها. هي قالت قبل كده في تصريحات صحفية: السنة اللي فاتت كانت من أصعب السنين علينا كعيلة، رحلة العلاج استمرت 7 سنين وأنا كنت دايما جنبه، وده طبعا خلاني أغيب عن الساحة الفنية لفترات طويلة علشان كنت مركزة في علاجه ورعايته ورعاية بنتهم الوحيدة. كمان قالت: أول ما عرفت إن جوزي مريض حسيت إن المسؤولية كبرت عليا قوي، وكنت بطلع الطاقة السلبية على المسرح. المنتج وليد مصطفى كان مسلم سني من محافظة الدقهلية مركز السنبلاوين، ووصى انه يندفن في مسقط رأسه، وفعلا كارول نزلت مخصوص علشان تدفنه في بلده زي ما طلب، وحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين والمشاهير. وليد مصطفى كان واحد من أنجح المنتجين في مجال الإنتاج الفني في مصر، وشارك في مشاريع إعلامية كتير مهمة، أشهرها كان إذاعة إنرجي اللي تعتبر من أبرز الإذاعات في مصر وبتنتج أعمال فنية كمان. ده غير إنه كان ليه دور كبير في تأسيس جرايد وقنوات مصرية حققت وجود مهم في الصحافة والإعلام. كمان شارك في تأسيس جريدة اليوم السابع، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغاية سنة 2013، وأطلق قناة النهار الفضائية وشارك في مشاريع فنية متنوعة خصوصا في مجال الموسيقى. وليد اتجوز كارول سماحة من 12 سنة برغم انه مسلم وهي مسيحية، والزواج تم في قبرص ورزقهم ربنا ببنتهم تالا. وكانت كارول دايما بتتكلم عن قد ايه علاقتهم قوية وان كان دايما سند حقيقي ليها وبيشجعها ويدعمها في كل حاجة. وفي النهاية الله يرحمك يا وليد يا مصطفى. وبكده أنا وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكاية المشاهير، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكاية المشاهير. سلام.